السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة طريقة الزيتون المخلل. واول حاجة معانا هي نقع الزيتون. زي ما انتوا شايفين انا كنت نقعاه قبلها ب4 ايام عشان نشتغل فيها على طول. هوريكم كده، شايفين لفاه بالملح. ده كيلو من الزيتون عليه كيس من الملح اللي هو الكيس العادي ده، شايفين يا حبايبي؟ وينفع طبعا اي نوع ملح، بس انا بقول لكم على الكميه، يعني استخدمت الكيس ده على كيلو الزيتون. هقول لكم عملته ازاي. انا غسلت الزيتون وجبته حطيته في المصفى ولفيت بنص الكيس كده، ونص الكيس رشيته على الوش. وجبت بقى ايه، جبت طبق كده الاول قبل الطبق، جبت كده دي قماشه من عندي من المطبخ نظيفه بستخدمها، وغطيته بالطبق ده وحطيت عليه تقل ايه، جبت مليت ازازة المية دي كده وحطيتها كده ايه، تكون تقل. ممكن نستخدم طاجن، نستخدم اي حاجة تقيلة عندك هنحطها فوقه كده. حطيت انا ده تقل، سيبته 4 ايام. بعد ال4 ايام انا لسه فاتحاه دلوقتي معاكم، شايفينه بقى بالشكل ده. شايفين يا حبايبي؟ دبلان الزيت. هغسله وهتشوفوه على طبيعته. وتعالوا بقى نحدقه كده مع بعض ونشوف هنخلله ازاي. شايفين الملح ماسك عليه ازاي؟ يلا بينا. ثواني معايا يا حبايبي، هقول لكم على حاجه. انا المصفى دي اللي انا شغاله فيها حطيتها على ايه، حطيتها على صينيه الاول زي ما انتم شايفين، علشان الميه اللي بتصرد دي اهي، دي الميه اللي نزلت معايا خلال ال4 ايام من الزيتون. تمام، علشان ما يبوظ لناش الرخامه من الملح نحط حاجه كده تحتها. يلا بينا. شايفين يا حبايبي الزيتون بعد الغسيل؟ شايفين حبايه مكرمشه ازاي؟ تمام، اقرب لكم الكاميرا شويه كده. ده دبل بقى من الملح وبقى بالشكل ده. بجيب انا بقى معايا البرطمان اللي هشتغل فيه. انا جبت البرطمان ده حطيت فيه لتر من الميه. تمام يا حبايبي، بحط فيه فنجان صغير كده من الخل، وفنجان صغير من الليمون، او نص كوبايه، يعني مقدار نص كوبايه، فنجان وفنجان. هضيف عليهم 4 معالق من الملح بالمعلقه الكبيره دي. 1 2 3 4. تمام، ده لقد ايه الكميه دي على لتر ميه. لكيلو زيتون لتر ميه، على لتر الميه عليه 4 معالق من الملح، فنجان صغير او نص كوبايه ليمون، نص كوبايه خل. هدوبهم تدويب كويس كده. تمام، خلاص يا حبايبي. هنزل بقى بالزيتون. كده شايفين لتر الميه غطى الكيلو. تمام كده. طريقة سهلة وبسيطة، طريقة تخليل الزيتون الأسود دي للزيتون الأسود. طبعا طريقة التخليل للزيتون الأخضر مختلفة تماما. كده نكون خلصنا، نقفل عليه. واللي حابب يضيف شوية من الزيت على الوش مفيش أي مشاكل. هو مش هيغيب معانا خالص في التحديد لأن احنا نقعينه وواخد حقه في الملح. حابة تضيف الزيت ضيف، مفيش أي مشاكل. تمام، ثواني هحط انا ايه شويه من الزيت كده على الوش. شايفين؟ غطيت الوش كده بالزيت. البرطمان ده علشان واسع بياخد معايا كتير. لو برطمان صغير وشه هتحط كميه قليله من الزيت تغطي الوش بس. زي ما انتم شايفين عن قريب اهو. هنغطي بقى البرطمان بتاعنا، هنغطي البرطمان بتاعنا وكده نكون خلصنا الزيتون. بس نحكمه كويس جدا. ويلا، ان عجبكم الزيتون المخلل جربوه بنفس الطريقه وان عجبكم لايك وشير لام مالك. وفضلا وليس امرا. والله يا جماعه الريحه طالعه جميله من قبل ما يتخلل، بسم الله ما شاء الله. فضلا وليس امرا، لايك شير اشتراك في القناه.
مشاهدة للآخر. حبايبي ومشاهديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.